السلام عليكم. عمرو أديب يثور غضبا في الهلال السوداني بعد إصداره بيان ضد النادي الأهلي، ويكشف المخطط الشيطاني للهلال السوداني وينتصر للنادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل المباراة الهامة والمصيرية للنادي الأهلي مع الهلال السوداني والتي ستقام في استاد القاهرة وبحضور 50,000 متفرج أهلاوي، فقد صرح عمرو أديب وقال: هناك حملات شيطانية من جماهير الهلال السوداني وإدارته أيضا ضد النادي الأهلي قبل مباراة الأهلي مع الهلال، وجماهير الهلال كانت عاملة حملة موسعة إن المباراة هتتلعب من غير جمهور، فالأمن المصري صفعهم صفعة القرن وقال لك المباراة هتتلعب بجمهور وب50,000 متفرج، وعلى مسؤوليتي الشخصية ال50,000 دول هيبقوا 70,000 في مباراة الأهلي، عشان احنا ما بناخدش تعليمات من حد ولا حد يقدر يهدد الأمن المصري. بس اللي مستغرب له من إدارة الهلال السوداني، طلعت بيان امبارح وبتطلب من الاتحاد الإفريقي حماية بعثة الهلال السوداني بداعي إنهم خايفين يتعرضوا للضرب هنا في القاهرة. بس أنا لي رأي في الحكاية ديت. المثل المصري بيقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته. أنا عايز أفكر إدارة الهلال السوداني، انتوا ناسيين اللي عملتوه في النادي الاهلي ولا ايه؟ ده انتوا ضربتوا اللاعيبه عين عينك وضربتوا على لطفي بالقلم، ده اللي شفناه على الشاشات. نسيتوا قبل كده انكم اعتديتوا على النادي الاهلي ايام ما كان المدرب فايلر بيدرب النادي الاهلي، والجيش بتاعكم اتدخل وحوطوا لاعيبه الاهلي في نص الملعب من حاله الرعب اللي هم كانوا فيها. انتوا اسوأ جماهير شفتها في حياتي. ده المدرب السويسري فايلر بعد مباراه الهلال السوداء ديت قال لك انا ماشي ولو هتدوني ملايين الدولارات. بعد الارهاب اللي شافه في السودان قال لك انا مستحيل ادرب في افريقيا تاني، وحرم يجي افريقيا بسبب افعالكم القذرة. ده احنا بنلعب كرة قدم يا جماعة، وانتوا عارفين مصر بلد مضياف عمرها ما بتعتدي على حد. وانا احب اطمن كل السودانيين ان الهلال السوداني هيجي مصر وهنكرمه احلى كرم، بس انا متأكد ان لعيبة الاهلي هتديهم علقة سخنة وهيفوزوا عليهم كورة بس، ولا اعتداءات ولا ضرب ولا اي حاجة من ديت. انا مندهش ان الهلال السوداني حاطط نفسه بمقارنة بالنادي الاهلي. انا مش عارف السودانيين دول شاربين ايه، فبلاش تقارنوا نفسكم بالاهلي عشان الاهلي ده وحش مفترس، وانا متأكد انه هيفترسكم وهياكلكم. واسألوا كل اندية افريقيا بما فيها الزمالك. وفي النهاية لو انت محب للنادي الاهلي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.